من الجيركن البلاستيك ده هنعمل فكرة في منتهى الجمال. اول خطوة هنعملها هنجيب قلم كده فلوماستر او قلم ماركر، وهنعلم كده عند اليد فوق اليد بتاعته بالظبط. هناخد خط للناحية دي وخط للناحية التانية. ده الخط اللي انا هبدأ اعمل بيه، يعني هبدأ من عنده كده اعمل خط بالمسطرة يبقى مستقيم على الناحية الكبيرة للناحية التانية دي. هنعمل في الناحية التانية نفس الكلام كده، هيطلع عندي الناحيتين يبقوا ارتفاع واحد ومظبوطين جدا. هنمشي بقى بالقطر على الخط اللي عملناه ده، وهناخد الجزء اللي فيه اليد هنغلفه بالقماش. استخدمي اي قماش متاح عندك حتى لو من اي ملابس قديمة. انا كان عندي قطعة قماش فرو كده من الفرو الخفيف هغلفه بيها. الفرو ده نوعه الفرو اسمه فرو خفيف، بيبقى مش غالي خالص، سعره رخيص. انا كنت جايبة المتر حوالي ب28 جنيه، والمتر عريض مش متر في متر، لا بيبقى اعرض من كده بكتير، وبيبقى سهل اوي في استخدامه. يعني ليه استخدامات كتير قوي، لو هتغلفي بيه اي حاجة بيديها شكل جميل، وليه الوان كتير قوي. هنغلف بقى كده من تحت اليد، يعني احنا مش هنغلف اليد بالقماش، هنغلف من تحتها كده، وهنقص اي زيادة معانا وهنثبت بالشمع. من تحت اليد بقى كده هنوصل الجزئين دول ببعض، علشان هدخلهم كده لتحت كده. هنعمل بيه الجزء الداخلي بتاعه، هنثبته برضو بالشمع كده لجوه. هيدي معايا فينش جميل قوي، هيخلي شكله كله تحفة. طبعا الارضية من تحت برضو هحط لها قطعة فرو، ومن تحت اليد هنا هنلزق كده الجنبين في بعض. هبدأ بقى اغلف القاعدة كده اللي من بره. لو في اي زيادة كده برضو بشيلها بالمقص، وهثبت بقى الجزء الاخير ده. بعد كده جبت شريط ستان هغلف بيه اليد، علشان كده انا ما غلفتش اليد بالقماش. اول جزء كده هثبته بالشمع كويس قوي، وبعد كده هلف لفتين 3 واثبت بالشمع. لو حسيتي ان في جزء عاوز يتثبت بالشمع برضو وانت شغالة، بيبقى يعني ايه، بيبقى ليكي نظرية. بعد ما خلصت اليد هعمل له حزام كده في النص. هدخل من تحت اليد كده شريط الستان، ده شريط ستان عريض. هثبته كده من النص بس، يعني مش همشي بيه طول الشريط كده بالشمع، لا هثبته من النص بس كده. هنعمل بقى فيونكة، دي اسهل طريقة تعملي بيها فيونكة يبقى شكلها مظبوط جدا. هتلف لفتين كده على صباعين، انا فتحت الصباعين عشان عايزة الفيونكة كبيرة شوية، وهربط من تحت من بين الصباعين كده، بعدي الشريط الستان وبربطها وبقص. بس كده بتطلع الناحيتين بتوع الفيونكة جمال جدا، وشكلها زي الفراشة وجميلة. وعملت فيونكة اصغر شوية بنفس الطريقة، بس عملت بالصباعين اللي هما جنب بعض. لو عايزين طريقة الفيونكة دي بالتفصيل هعملها لكم في فيديو صغير اللي هو الشورتس ده، وهنزلها ان شاء الله. وده الشكل النهائي، منظم تحفة جدا، زي المنظمات اللي بتتباع جاهزة بالظبط، واحلى كمان. اتعمل من مفيش اي تكلفة غير قطعة قماش من عندك، شريط تزيين لو ما عندكش شريط ستان، والجيركن اصلا موجود عندك. المفروض حاجات كانت يعني مش هيبقى ليها اي استخدام، عملنا منها منظم في منتهى الجمال فعلا. استخداماته كتير بقى، عايزة تحطيه على التسريحة، عايزة تستخدميه في اي مكان انتي حباه او محتاجة تستخدميه فيه. ممكن كمان برضو تحطيه في الدولاب، تحطي فيه الحاجات الرفيعة زي شرابات، بندانات. لو عجبتك الفكرة ما تنسيش بقى تحطي لايك علشان الفيديو يوصل لغيرك،
ولو ما اشتركتيش لسه في القناة اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد.